السلام عليكم، كل سنة وانتم طيبين للمدارس. هنعمل شوية سندوتشات بالتوست كده. هو احنا هنعمل النهاردة نوعين بس، فيهم شوية تغيير من الملل بتاع السندوتشات للولاد. حاجات سهلة وسريعة، والفترة الجاية ان شاء الله هنعمل مع بعض كذا حاجة نقدمهم، لان فترة المدرسة طبعا طويلة واحنا بنبقى الولاد بيملوا كتير. احنا معانا توست، ممكن ابيض اسمر براحتكم، اللي بيحب الموضوع يبقى هيلثي اكتر فممكن يبقى التوست يستخدم التوست الاسمر او اللي هو بالحبة الكاملة. معانا تونة، علبتين تونة او علبة تونة، وقطعنا عليهم زيتون اسود وفلفل اصفر واحمر، فلفل الوان. ممكن نستخدم الزيتون الاخضر حسب الاختيارات، يعني اللي انتوا حابينه. ممكن نحط فيه خضرة، بقدونس، شبت، كزبرة. كل دي حاجات يعني بصراحة بتبقى لذيذة ومفيدة في نفس الوقت. الموضوع بيبقى سهل جدا ومبياخدش دقايق. ممكن نعمله واحنا بنحضر اللانش بوكس الصبح. ممكن نبقى مقطعين الحاجة من بالليل ومجهزينها، الخس والخضار. بنحشي الساندوتش التوست وبنحط عليه الجزء الفوقاني من التوست، نغطيه وهنقطعه على شكل مثلثات كده ومثلثين، وعشان نمسكه بالزيتون وخلة فيها زيتونة، ونقفل بيها الساندوتشين نمسكهم مع بعض. بس كده، مفيش اسهل من كده بتهيألي، ولا اسرع من كده. عشان كده بقول انه ممكن يتعمل الصبح. ممكن لو عشان توفيرا للوقت الحاجات تبقى جاهزة من بالليل، يعني ممكن اعمل سلطة التونة دي من بالليل وابقى احطها في التلاجة، واقوم الصبح اعمل الساندوتش واحطه في اللانش بوكس. سهل جدا، سريع جدا، ما بياخدش وقت، مفيد وصحي في نفس الوقت. بتهيألي قليل قوي اللي ما بيحبش التونة، وهي مفيدة بالذات. كمان ممكن تكون في اطفال ما بتاكلش السمك، بس ممكن تاكل التونه لطعمها مثلا. ممكن نزود عليها مايونيز بيخلي طعمها حلو قوي. ممكن نحط معاها طحينه برضو بيبقى طعمها لذيذ. حسب الاختيارات، يعني حسب ذوقك، حسب حب الطفل للحاجه. ممكن ننوع زي ما احنا عايزين. بس نفس القصه، الساندوتش بيتقطع مثلثين وبنقفله بالخله عشان الساندوتش ما يفتحش من بعضيه. بس بنخلص الكمية كلها. يعني انا عملت كمية حلوة كده لكل الاولاد وحطيتهم في لانش بوكس، وكانوا فرحانين بيهم جدا. تغيير في الطعم، تغيير في شكل الساندوتش، شكله اصلا يفتح النفس. الساندوتش شامل كل حاجة، خضار وتونة وزيتون. طعم الخلطة مع بعضها فظيع، يعني بالهنا والشفا، والولاد هيحبوه. هنعمل الساندوتش التاني مختلف شوية، هو هيبقى ساندوتش مقرمش برضو. ممكن الولاد يحبوه جدا، لان طبعا الحاجات اللي بتبقى مقلية شوية بيبقوا بيحبوها الاولاد. ده طبعا مش صحي زي اللي بالتونة، بس برضو فيه تغيير وطعمه لذيذ. احنا حاشينه، بصوا الجبنة بتبوظ ازاي، حاشينه جبنة من جوه. هنعرف مع بعض الطريقة دلوقتي. التوست برضو اختياري، يعني عايزة تجيبيه اسمر، عايزة تجيبيه ابيض، براحتك. بس اهم حاجة ان التوست لازم يكون طازة عشان يتفرد معاكي بمنتهى السهولة وما يفرولش. لو التوست بايت، المشكلة في فرد التوست، هتلاقيه فرول منك وقطع والدنيا باظت. فلازم نبقى جايبينه طازة بتاع نفس اليوم او قبلها بيوم، ونقوم شغالين بيه على طول. هيتفرد بسهولة جدا، بيبقى عامل زي العجينة في الايد من كتر ما هو بيبقى طري. بنفرد التوست كده وطبق مدور او بغطا او قطاعة، اي حاجة موجودة عندك. بنعمل شكل دائري عشان نعمل الساندوتش المدور ده. تغيير في شكل الساندوتش عشان طبعا يبقى مختلف للاولاد. بيحبوا الحاجات المختلفة او الحاجات الجديدة، بيحبوا يوروا اصحابهم انا جايب حاجات شكلها جديد حلو، فبتبقى حاجات حلوة ليه. احنا قطعنا كله، المجموعة كلها معانا. بيضة، ده ممكن نجهزه من قبلها بيوم، سهل وبيبقى لذيذ، وفي نفس الوقت برضو ما بياخدش وقت. بس هو الاحسن عشان نستخدمه في السندوتشات الصبح في لانش بوكس، يبقى جاهز من قبلها بيوم بالليل. ممكن تبقي مجهزاه ومقفلاه وحطاه في الفريزر، والصبح نقليه على طول في الاير فراير. طبعا انا هنا هقليه في الزيت غزير وكده، بس احنا اللي حابب ان الموضوع يبقى هيلثي اكتر او صحي اكتر للاولاد ممكن يستخدم الاير فراير. والاير فراير ما بتاخدش وقت طبعا. بنقفل الساندوتش من الجنبين، بندهن بالبيض والحليب
الجناب بتاعه التوست وحطينا فيه رومي مدخن وجبنه شيدر وجبنه مثلثات متقطعه او جبنه ممكن جبنه موتزاريلا، اي نوع جبن موجود عندك تحطيه. طبعا احنا ايام الدراسه التلاجة ما بتفضاش من الجبن بالذات، يعني الجبن والرومي البسطرمه الحاجات دي للسندوتشات طبعا، فطبيعي اي جبن عندك ممكن تحطيها، مجموعه جبن، مجموعه رومي مدخن، بسطرمه، سلامي، اي حاجه موجوده عندك ممكن تحطيها. ممكن لو في لحمه مفرومه لو عايزه تغيري، بس طبعا هيبقى اتقل لو باللحمه المفرومه. بنغطس الساندوتش كده بعد ما قفلناه من الجوانب كويس، بنضغط عليه كويس بالجوانب بعد ما دهنا البيض عشان يمسك في بعضيه، في البيض والحليب، وبعد كده في البقسماط. بعد ما بنغطسه في البيض والحليب والبقسماط هنبدأ بعد كده نقليه، بس احنا هنعمل بس الكمية. بنشرب التوست كده كويس من البيض والحليب، وتاني بنحطه في البقسماط ويبقى احسن. طبعا انا اللي حابب يقليه في الزيت، اللي ما عندوش اير فراير يقليه في الزيت عادي، اللي عنده اير فراير طبعا الاحسن ان هو يتقلي في الاير فراير، بحيث ان احنا نقلل من كمية الزيت اللي هنستخدمه، يبقى شوية اقرب، يعني شوية ده يعني نقلل موضوع الدهون بالنسبة للاطفال. بس هو لذيذ وسهل والولاد هتحبه جدا لانه مختلف، ساندوتش مختلف. هنحط بس الزيت لازم يكون سخن عشان التوست بيستوي بسرعة وفي نفس الوقت ما يتحرقش. يعني حاولي ان انتي تقلبيه على طول، يعني هو بياخدش وقت خالص خالص خالص. عشان كده انا بقليهم واحدة واحدة، يعني انا خدت طاسة كده غويطة شوية وحطيت فيها شوية زيت كويسين. بس هو عايم على الوش، يعني هو مش بيشرب زيت قوي، يعني لو حاجة بتشرب زيت هتلاقيها نزلت لتحت، فهو عايم على الوش، هو مش بيشرب زيت قوي. بس الاحسن برضو زي ما قلت يبقى لو في اير فراير بتبقى افضل بكتير وهتبقى اسرع. درجة حرارة الاير فراير بنعليها بتبقى اسرع، في نفس الوقت هيطلع مش شارب اي زيت. بناخده كده من كل الجوانب، بنقلبه يعني تقليب مستمر، ما نسيبوش على ناحية واحدة فترة طويلة عشان الجوانب بتاعة التوست ما تتحرقش وتبوظ طعم الساندوتش. بس هو كده احمر اللون الجميل الذهبي ده، وهنعمل كده في كل المجموعة اللي فاضلة الباقية كلها. هو صدقوني ما بياخدش وقت خالص في القلي. انا كان المفروض ان انا اسمعكم صوت القرمشة بس للاسف ما ظهرتش في الفيديو، او ما انا مسحتها بالغلط. الساندوتش ماسكه كده بيطلع جبنه سايحه بتبوظ فظيعه، طعمه جميل بالهنا والشفا. جربوه جديد بجد وهيعجب الاطفال.